ملخص سريع كده قبل ماتشات الاسبوع ده ما تبدا. الاسبوع هيبدا يوم السبت مباراه تشيلسي ونوتنجهام فورست على ملعب نوتنجهام الساعه 2:30، والسيتي هيستضيف ايفرتون على ملعب الاتحاد الساعه 5. وفي نفس التوقيت هتلعب مباراه قويه جدا بين كريستال بالاس وبورنموث اللي عاملين اداء كبير من اول الموسم. اما الارسنال في رحله الحفاظ على الصداره هيلعبوا فولهام على ملعب فولهام الساعه 7:30. اما مباريات يوم الاحد فهيبداها توتنهام الساعه 4 على ملعبه قدام استون فيلا. وختام الجوله الاسبوع ده في الدوري الانجليزي هتبقى قمه انجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الانفيلد الساعه 6:30. اما الدوري الاسباني فالبدايه مع برشلونه اللي هيلاعب جيرونا يوم السبت الساعه 5:15 على ملعب برشلونه، واتلتيكو مدريد اللي هيواجه اوساسونا الساعه 10 على ملعب اتلتيكو. اما ختام الدوري الاسباني فيبقى مع مدريد اللي هيروح يواجه ختافي على ملعب ختافي الساعه 10. اما افريقيا فالنادي الاهلي هيبدا رحله البحث عن الثالث عشر من بوروندي، فالنادي الاهلي هيواجه اجلي اي سي سي بطل بوروندي الساعه 4 العصر بتوقيت مصر، ونادي الزمالك هيروح يلاعب دوكوداها الصومالي في الصومال الساعه 7 بتوقيت مصر. بس كده ده كان ملخص مباريات الاسبوع ده من الدوري الانجليزي والاسباني والمنافسات الافريقيه، واشوفكم على خير في ملخصات تانية.